هما بيحطوا قطعة قماش تقيلة على عينين العضو اللي جاي ينضم، وده وهو بيقول لليمين ما بيوصلش لعينه أي مصدر ضوء. والماسونيين بيقولوا على إن السبب في تغطية عينه إنها رمز للظلام أو الجهل اللي كان فيه قبل ما ينضم للماسونية، وده قبل اكتشاف الشخص حقيقة نفسه عن طريق الانضمام للماسونية، وإن القطعة دي هيتم رفعها عن عين المبتدئ لما يكون مستعد إنه يستقبل النور. بالنسبة بقى للحبل المستخدم وقت تأدية قسم العضوية، فبيفسروا الماسونيين على إنه رمز للحبل السري واللي بيعتبر ضروري للطفل علشان يبدأ الحياة، وأول ما بيتقطع بيتولد من جديد. على حسب اللي قالوه بعض المنشقين عن الماسونية، إن المبتدئ في الانضمام للماسونية بيقف على سلم عبارة عن 33 سلمة، ورغم كل الطقوس اللي تم تسريبها الا ان في ناس كتير قوي بتنفي وجودها. طب ايه بقى هو شعار الماسونيه؟ لو بصينا على شعار الماسونيه هنلاقي تعامد مسطرتين، ودي اللي بيستعملها المعماري مع البرجل، وده بقى ليه معنيين. المعنى الاولاني وده معنى بسيط بيعبر عن البنائين المسؤولين عن حرفه البناء، اما بقى المعنى الباطني وده بيتكلم